هل تريد أن تنتقم ممن خذلك؟ أو دع الانتقام جانبا، هل تريد أن تنتصر لنفسك ممن رحل عنك من دون سبب وخذلك؟ إياك أن تجعله يراك تعاني في غيابه، إياك أن تجعله يعرف بأنك تتألم من دونه. أنت ستعاني فعلا، ولكن ليس إلى الدرجة التي تجعله يراك كأن الدنيا قد وقفت عليه، كأنك لا تساوي شيئا من دونه، كأنك لا تستطيع أن تفعل أي شيء، كأن الدنيا أصبحت سوداء، كأن الدنيا توقفت. لا تجعله يعرف ولا يرى، لأن مساعيك في الألم والحزن والدعاء وفي الرجاء إن نجحت فستنجح لسبب واحد: سيعود إليك بسبب الشفقة. أشفق عليك فعاد، ووالله أنت الخاسر لأنك قد بعت نفسك واشتريته. ووالله أن الشفقة بالنسبة إلى الكريم عزيز